أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن شاء الله تعالى أحب أن أبين لجميع الإخوة والأخوات وجميع الرقاة مسألة غاية في الأهمية تفشت وعمت إلا ما رحم الله عز وجل بيوت كثيرة من بيوت المسلمين، لها علاقة بسحر خفي كان في البداية جلي، كان واضح وظاهر للعيان، وهو السحر المرشوش. هذا السحر المرشوش سمي مرشوش لأنه يرش إما في الطريق، وإما على الأبواب، وإما في البيوت، وإما على المتاجر، وإما على المصانع، الغاية منه تختلف وتتعدد. فهذا نوع من أنواع السحر وهو سحر مرشوش، لكن وظيفته وغايته أن إنسان يأتي مثلا إلى ساحر ويقول له أريد أن ألحق ضرر بفلان أو علان، بزيد أو عمر مثلا أو فلانة، فيطلب منه هذا الساحر أن يأتيه باسمها أو اسم أبيها أو اسم أبيه أو اسم أمه أو آثار الخطوة التي سار عليها مثلا، ربما يستعملونها في هذا السحر كذلك، أو يأتيه كذلك بذبيحة أو شيء من هذا، يعني شيء لا بد أن يكون له علاقة بالجني الذي سوف يوكل لخدمة هذا السحر. طيب، هم يصنعون هذا السحر لأنه أسهل الأسحار، يعني من السهل أن يصل إلى البيوت، من السهل أن يصل إلى الذي أرادوا سحره. كيف ذلك؟ كانوا في القديم يأتي الإنسان بنفسه هو من يرش السحر على الباب أو في الطريق أو في أي مكان له علاقة بهذا الإنسان الذي أرادوا سحره. لكن في زماننا هذا حتى السحرة تفننوا، حتى السحرة صارت لهم أفكار، يعني صاروا يعني يبتكرون أساليب جديدة لا تخطر على عامة الناس، ولا حتى على بعض الرقاة إلا من رحم الله عز وجل. فهذه المسألة التي وهي السحر المرشوش، يأتي الجني الساحر ويوكل جني. كيف ذلك؟ يعني لما يعطي القسم والعهد ويقرب له ما أراد، فيذبح مثلا هذا الساحر لهذا الجني أو أشياء يعملها في الخفاء، أو له مثلا كما نقول عقد أبرمه مع الجني يخدم معه دائما، ويكون هذا القربان يقدم له على رأس السنة أو في عيد المولد النبوي مثلا أو في عاشوراء أو في عيد الأضحى أو أشياء، ويبقى يعمل معه دائما. فمن جملة الأشياء التي يأمره بها هي هذا الجني يرسله إلى هذا الذي أراد سحره، عبارة عن سحر مرشوش. فيطلب من هذا الجني هو نفسه يرش هذا السحر في مكان معين، فبمجرد أن هذا السحر يرش، إما أن يتخطى الإنسان أو ليس قصد منه أن يتخطاه، وإنما أن يمر بجانبه أو يلامسه، فإن الجني مباشرة يبدأ في إلحاق الضر والأذى بالذي أراد سحره. وهذا نرى عين في البيوت وفي المنازل، حيث إذا ما رش السحر في هذا، وقد رأيناه كثيرا، يرش الجدار أو يرش الباب أو يرش عتبة الباب أو في السقف أو حتى في سطح البيت يرش. كنا نراه كذلك في مسألة واضحة بينها مرشوش لونه كلون الشاي أو لون الزعفران أو كأنه بيض أو كأنه قطران مرشوش، هذا سحر مرشوش. وأحيانا يوجد حتى على السيارات وعلى الأبواب الخارجية، هذا سحر مرشوش، الغاية منه إلحاق الضرر. طيب، عرفنا هذا السحر المرشوش، فكيف نستطيع أن نصل إليه؟ ممكن أن نصل إلى هذا السحر المرشوش بثلاث أشياء. إما أن الله سبحانه وتعالى يوفق المسحور ويرى رؤى ومنامات بفضل الله تعالى تكون حق وصدق، فيعرف منها مكان السحر، وبالتالي سوف نأتي كيف يبطله. أو لربما بفضل الله عز وجل دون رؤى أو منامات يقظة يقف على مكان هذا السحر ويراه، ثم يراوده شكوك أو ظنون، فبالتالي يتيقن ويتمكن أن يعرف أنه هو ذاك السحر مرشوش. وممكن أن يعرف بفضل الله عز وجل برقية شرعية أن الجني المتلبس ما دام يخدم السحر فإنه يعرف مكانه، ما دام، وأنا أقولها هذه قاعدة عندي،
كل جني يدخل بدن إنسي فإنه دخل لغاية معينة، وهذه الغاية دخل من أجلها يعرفها، وما دام يعرفها فإنه لا شك ولا ريب أنه يعرف السحر ومكانه، لكنه يختفي وراء الستار، ويمكن أن يداهن، ويمكن أن يباعدك عن الحق، ويمكن أن يصبر. لكن إذا ما أراد بفضل الله تعالى وفق الله عز وجل الرق وكان متمكن، فإنه يستطيع أن يأخذ الحق من فم الشيطان، وأن يصل إن شاء الله تعالى إلى هذا السحر، وأن يبطله بفضل الله عز وجل ويأمره بالخروج أو بهدايته الإسلام. طيب إن شاء الله تعالى إذا عرف مكان السحر، مكان هذا السحر المرشوش، وقد يكون هذا السحر المرشوش كما قلت إما لتعطيل الرزق أو تعطيل الجمال أو تعطيل الخطبة أو تعطيل الزواج أو تعطيل العمل أو تعطيل الشهادة أو العلم أو الدراسة، ممكن أن يكون لأشياء كثيرة جدا جدا جدا، وممكن أن يكون لتعطيل كل شيء دفعة واحدة على قدر عمل الساحر وعمل الجني الموكل بهذا السحر. ولا تستهينوا بأمر السحر المرشوش، فإنه من أسهل الطرق التي صارت في هذا الزمان، ولكنه صار يفتك ويفرق ويدمر ويشتت. نعم، وهذا نراه رائعا بفضل الله عز وجل، حيث أنه بعد أن يبطل هذا السحر بفضل الله تعالى يعني يجمع الشمل وترجع المحبة والمودة والوئام بين الزوجين، وكذلك بين الأبناء والآباء والأمهات، بل وإن حتى أمر بفضل الله عز وجل أمر العمل والدراسة أو الزواج أو حتى المال ييسر بفضل الله عز وجل، لأن كان هناك عائق ألا وهو هذا السحر المرشوش. فإذا عرفنا هذا السحر، فإذا عرفنا، وأنا أقول أفتح قوسين، أنا أفتح قوسين لتنبيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بباب الأمانة، هذه الأشياء هي التي نعرف كيف نصل بها إلى السحر. هناك طريقة أولى، أن الله تعالى يوفق هذا المسحور برؤى ومنامات، برؤى أو منامات، والرؤى حق بفضل الله عز وجل. إنسان يدعو الله عز وجل قبل النوم في اليقظة، فالله عز وجل يبشره ويعطيه هذه المنحة وهذه المنة وهذه النعمة، حيث يعرف مكان السحر ومكانه، وبفضل الله تعالى يستخرجه، ربما يستخرجه ويبطله في المنام. نعم، ويصبح كأنه نشط من عقال، ما به شيء، ما به ضر، وربما عليه أن يذهب في اليقظة. وكل هذه عشتها بفضل الله عز وجل مع ناس، في ناس رأوا في المنام أنهم عرفوا مكان السحر في اليقظة استخرجوه، وفي أناس في اليقظة في المنام عرفوا مكان السحر واستخرجوه في السحر وأبطل استخرجوه في المنام وأبطل في المنام، فأصبحوا كأن ما بهم شيء بفضل الله تعالى. هذه أول شيء. ثاني شيء، ممكن الإنسان يعني يقف على مكان السحر هكذا، الله تعالى يوفقه إلى أن يذهب كأن هاتف يأتي، أو كأن الله عز وجل يوجهه بفضل الله سبحانه وتعالى ويقول له اذهب إلى مكان، فيجد نفسه هكذا، هو يجد نفسه مكان السحر وكأنه استخرج شيء، فيقول لك وجدت هذا. فبالتالي تعرف أن هذا السحر عندما يبطل كأنه ما به ضر، كأن ما به شيء. وفي مسألة أخرى، وهي أن الجن الموكل بهذا عندما ينطق على لسانه وتأمره بالخروج وتأمره بالإسلام والهداية، وقبل ذلك لأنه إذا خرج ولم يبطل السحر ممكن يأتي يعني بدله آخر وثاني وثالث ورابع يتمم هذه الوظيفة. ولهذا أنجع الأساليب وأنجع الطرق هي استخراج السحر وإبطاله. طيب إذا ما أبطل هذا السحر، نطق الجني، تذهب وتراه بفضل الله تعالى رائعين. الجن يقول لك في مكان كذا، تذهب به مباشرة في البيت فتراه بالفعل في نفس المكان، إذا صار حقيقة، فتبطل بفضل الله عز وجل، وكفى الله المؤمنين القتال. خلاف هذه، من قال غير هذا عليه أن لا يأتي بكلام مبهم، يأتي بتفصيل وبيان. إذا قال أعرف بالعقل، أعرف بالنظرات، أعرف فقط بالحنكة بالموهبة، والله إنها ضروب شيطان، والله إنها كلام سم زعاف يريدون به أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، أقسم بالله العظيم. إذا كان يرجو خيرا من الله عز وجل فليظهر لنا هذه الحقيقة. والدين والعلم لا يكتم، كيف تستطيع رجما بالغيب علم الكتاب؟ هذا لا يجوز، هذا نصب واحتيال. اتقوا الله يا معشر الرقاة، ما نراه على اليوتيوب والله شيء يدمي، والله إنه شيء يدمي. وإن شاء الله تعالى قريبا بفضل الله تعالى، وأبشروا قريبا بإذن الله عز وجل في هذا البلد الحبيب، إن شاء الله تعالى عما قريب تبشرون بفضل الله عز وجل بافتتاح مركز متخصص
له تخصص كثيرة لسد الباب على هؤلاء الدجالين والنصابين، وكذلك لمراقبتهم. وبفضل الله سوف تبشرون بأشياء سوف تسمعونها قريبا إن شاء الله تعالى. نكون بفضل الله عز وجل أول من يسلط هذا السيف المسلول على رقابهم بردع القانون إن شاء الله جل وعلا. طيب، قلت هذه المسائل عرفناها. طيب، إنسان، وأنا أنصح وختاما أنصح جميع الرقاة وجميع الناس في البيوت إذا ما تيقنوا أن هناك سحر موجود مرشوش في البيت، وإن أبطل هذا السحر فإن مع هذا السحر سواء كان الجني بالجسد فإن هناك يستطيع أن يكون جن موجود في البيت، وهو الذي يسعى إلى الكلام يكون أخذ ورد بين الأخوات أو الإخوة أو الزوجين فيصير خصومة دون سبب. طيب، مع هذا الإبطال يجب الراقي أن يجلس مع أهل البيت وينصحهم طاعة لله عز وجل ويأمرهم بأمر الله عز وجل وينهاهم عن المنكر، وأن يزيلوا ما في البيت من أمور تعصي الله عز وجل، وأن يرقيهم رقية جماعية في البيت بحيث أنه يتلو كتاب الله الرقية الشرعية وأدعية، وبالتالي الجن يستمع ويأمرهم بالخروج. يأمر الجن: أقسم عليكم يا من عمرتم هذا البيت ويا من يعني خدمتم الأسحار وفرقتم بين الأحبة، واعلموا أن الله عز وجل يسمع كلامكم يرى مكانكم لا يخفى عليه من حال. هكذا هو يدعو ويأمرهم وينهاهم، حتى الجن كذلك هم يسمعون. بفضل الله تعالى أهل البيت يكررون يعني إبطال هذا السحر لأيام، 3 أيام 4 أيام 5 أيام هكذا. وكذلك إذا استطاعوا هم أن يعظوا الجن وأن يؤذنوا في البيت كان أفضل، أو يأتي الراقي إن شاء الله تعالى ويعمل هذا العمل، وبفضل الله تعالى بعد هذا يتم إبطال السحر المرشوش. هذه هي الطريقة التي أعرفها وأعلمها بفضل الله عز وجل، وهي طريقة شرعية، وقد بفضل الله سبحانه وتعالى وفقنا الله تعالى لإبطال كثير من الأسحار في أماكن مختلفة ومتعددة مرشوشة بالبيت. بل إن لا أقول لكم وجدنا حتى يعني ناس فقراء جدا جدا مرش لهم، يعني سبحان الله، وناس أغنياء كذلك. يعني الأمر لا يقتصر على فلان أو علان، هذا الأمر صار يسري وصار في كل مكان. ولهذا تنبهوا بارك الله فيكم على البيوت أن تتلى فيها سورة البقرة، فإن البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة لا يقرب شيطان 3 أيام. عليكم أن تكثروا من قيام الليل في البيت، تكثروا من الاستغفار في البيت، تكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، تكثروا من أذنوا في البيت، نظير أذنوا في البيت إن شاء الله تعالى الآذان يعني. وهكذا الأمور التي بها الشيطان يطرد بفضل الله عز وجل، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤتى في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا ختاما أسأل الله تعالى أن نكون قد بينت شيئا يسيرا من هذا، وإلا فكل نوع من أنواع السحر يحتاج منا إلى وقفات وإلى وقت طويل حتى نستفيض فيه كثيرا. لكن أرجو من الله عز وجل أن يكون في هذا الكلام يعني وصلت المعلومة على الأقل، وأشهد الله سبحانه وتعالى أني يحبكم جميعا فيه، وأرجو النجاة لي ولإخوان الرقاه والإخوان المعالجين وللمرضى كذلك، أرجو لهم النجاة في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياهم الله سبحانه وتعالى لطاعته والعمل عن مرضاته، وأن يجعلنا من المبشرين بجناته إن شاء الله تعالى. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض المرضى عليك، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.